كان جزاه الله خير اللي عمل الموضوع. اي والله جزاه الله خير. اهلا مرحبا. ابن عمر رضي الله عنهما ينبغي لفهم التقييد بفعله أن نستحضر حقيقة تتعلق بالحديث السابق ذكره: حف الشارب وأعف اللحى، أن ابن عمر هو أحد رواته. وهنا تأتي قاعدة فقهية كثيرا ما ينبه عليها أهل العلم في أثناء تناقشهم بعضهم مع بعض في بعض المسائل الخلافية، فيقولون الراوي أدرى بمرويه من غيره، وهذا كلام سليم مستقى من بعض النصوص الحديثية، كمثل قوله عليه السلام: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. وهذا الحديث له رواية أخرى: ليس الخبر كالمعاينة. وسبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى قصة موسى عليه السلام مع أخيه هارون من جهة وقومه من جهة أخرى، أنه لما ذهب لمناجاة ربه تبارك وتعالى وخلف أخاه على اليهود على بني إسرائيل، فاتخذوا من بعده عجلا جسدا له خوار. فلما رجع موسى وأخبره بالخبر ما أخذته الغيرة الدينية إلا لما شاهد. فلما شاهد قال عليه السلام: ليس الخبر كالإيش المعاينة. وهذه حقيقة يعني بديهية فطرية معروفة عند الناس بالعمل والتجربة. إذ الأمر كذلك، فابن عمر كما نعلم جميعا عاش مع الرسول عليه السلام سنين، وهو سمع منه هذا الحديث. ففي اعتقادي بأن ابن عمر إذا كان يعلم بالمشاهدة منه عليه الصلاة والسلام أنه لا يأخذ منها مطلقا، مستحيل ابن عمر أن يأخذ منها شعرة، لما عرف عنه من أنه كان أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على الاقتداء به، حتى في بعض الأمور التي قد تستنكر عليه من غيره، وأظن هذا معروف لديكم. فإذا كان هذا الصحابي الجليل الذي ترجمته بعضه ذكرناه آنفا كان أحرص الأصحاب على الاقتداء بالرسول عليه السلام، فلو لم يره هو أو لم يسمع منه على الأقل شيئا يفسح له مجال للأخذ ما كان ليفعل ذلك أبدا. واضح إلى هنا؟ فإذا انضم إلى ذلك بعض السلف كأبي هريرة وأيضا وإبراهيم النخعي وإلى آخره، كانوا يفعلون أيضا يأخذون من لحيتهم. ثم انضم إلى ذلك أن الذين، لا أقول أنا أعلم ومن رأى العبرة بغيره فليعتبر، لكن الذين يحتجون بمطلق الحديث أو بعمومه يقولون ما أحد نقل عن أحد من الصحابة
أنه كان يأخذ، فقلنا لهم لا، خذوا من أخذوا من لحيتهم، فلان وفلان وفلان. عليهم هم بقى الآن أن يثبتوا لنا العكس، ودون ذلك كما يقال خرط القتاد. ما هو العكس؟ أنهم ما كانوا يأخذون، ليس عندهم إلا مجرد عدم العلم، وأهل العلم يقولون كلاما سليما جدا: عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. فكون أنا وزيد وبكر وعمر لا يعلمون أن أحد من الصحابة كان يأخذ، فهذا لا يعني أن أحد من الصحابة كان لا يأخذ. هذا ليس علما، هذا جهل ما ندريه، ممكن هيك ممكن هيك، لكن أحد الإمكانين انتقض بما ذكرناه آنفا عن ابن عمر وأبي هريرة وغيرهم من السلف الصالح. وفي ذهني أن إبراهيم النخعي يحكي، وإبراهيم كما نعلم هو من التابعين، يحكي أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم، وهذا نص مهم جدا. وعلى هذا نستطيع أن نقول أن أمر الرسول عليه السلام بإعفاء اللحية ليس على إطلاقه وشموله، لأنه ثبت عمليا ممن لهم وزنهم علما واتباعا أنهم ما طبقوا هذا الحديث على إطلاقه. من هنا ومن غيره من أمثلة أخرى قلت أنا في كثير من المباحثات، وهي في الحقيقة قاعدة علمية مهمة جدا، من تفقه بها أدرك عشرات المسائل التي تضل الأذهان في معرفة حقيقة أمرها، هل تجوز شرعا أو لا تجوز. فأقول كل نص عام لم يجري العمل على عمومه ولا يجوز الاحتجاج بعمومه. واضح هذا الكلام ولا مش واضح؟ يعني لا يخفى على الجميع أن النص العام يدخل تحته أجزاء كثيرة، فيراد الاستدلال بهذا النص العام على جزء من أجزائه بأنه إما محرم أو مشروع بدلالة إيش؟ النص العام. فهذا الاستدلال بالعموم لا يجوز في كثير من الأحيان إذا كان الاستدلال به يشمل جزءا جرى عليه العمل أو لم يجري عليه العمل. فعلى ضوء ذلك ينبغي أن نحتج بالعموم أو أن لا نحتج بالعموم. المثال هو الآن بين أيدينا، ونستطيع أن نأتي بأمثلة أخرى بعضها من واقع حياتنا اليوم وبعضها نمثل بها تمثيلا لتوضيح هذه القاعدة. المثال بين أيدينا، الأمر عام: حف الشارب وعفوا اللحى. يراد الاستدلال بأنه لا يجوز الأخذ مطلقا، لكن الحياة العملية دلتنا أنه أخذ، إذن ما نأخذ بهذا العموم لأنه ثبت عمليا خلافه وهو الأخذ. أحيانا يكون الأمر معكوسا تماما، يراد الاستدلال بالأمر العام على شرعية عبادة ما، وهذه العبادة لم تنقل إلينا من أهل العبادة الأولين، حينئذ لا يصح الاستدلال بالعموم، وإلا أقررنا المبتدعين على بدعهم كلها، لأن أي بدعة على وجه الأرض
وبخاصة إذا كانت من قسم ما يسميه الإمام الشاطبي بالبدعة الإضافية، لا يمكن إلا أن يكون لهذه البدعة دليل في الكتاب أو في السنة. مع ذلك نحن نقول هذه بدعة. والآن نأتيكم بمثال عملي وآخر أنا أتخيله من أجل تفهيم هذه القاعدة. أنتم تعرفوا وقد حججتم واعتمرتم مرارا أن هناك كثيرا من المصلين، وهنا أيضا نراهم الآن، يضعون اليمنى على اليسرى بعد رفع الرأس من الركوع. واضح هذا؟ هذا القبض بعد الركوع يفعله مشايخ لهم وزنهم في العلم. ما هو دليلهم؟ النص العام. ليس عندهم أبدا حديث أن الرسول عليه السلام كان إذا رفع رأسه من الركوع وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. ليس هناك حديث أبدا، ولكن هناك حديث عام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى. قالوا قام في الصلاة يشمل القيام الأول والثاني، أي القيام اللي بعد الركوع. هذا استدلال بالنص العام. كذلك مثلا أحاديث أخرى أنه ثلاث إيش من النبوة إيش؟ نعم، ثلاث من أخلاق الأنبياء ولا إيه؟ وضع الأيمان على اليسار. ما أقول لكن شو أول الحديث؟ أمرنا معشر الأنبياء، أمرنا معشر الأنبياء أن نضع أيماننا. أيوة هذا هو. أمرنا معشر الأنبياء بثلاث، منها بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. قالوا هذا مطلق، أو يشمل القيام الأول والقيام الثاني بعد الركوع. فنحن نرى أن هذا الاستدلال واهي جدا. لماذا؟ لأنه إما أن يكون جرى العمل عليه عند السلف وعلى رأس محمد عليه السلام، إما أنه لم يجري العمل عليه. الذي يدعي أنه جرى العمل عليه كهؤلاء الذين يستدلون بالأحاديث العامة، عليهم أن يثبتوا أن الرسول وضع يديه على صدره بعد رفع الرأس من الركوع، وهذا لا وجود له إطلاقا. الذين لا يفعلون ذلك ليسوا بحاجة إلى أن يثبتوا النفي، أي أن يأتوا برواية ما كان رسول الله يضع اليمنى على اليسرى بعد رفع الرأس من الركوع. ليسوا بحاجة. لماذا؟ لأن العبادات محصورة. ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. فلو كان الرسول عليه السلام يضع في هذا المكان كما نقل الوضع في المكان الأول، ولو لم يقل كنا وضعنا، لا، لو كان الرسول يضع في الموضع الثاني كان نقل إلينا كما نقل إلينا الوضع في القيام الأول. فإذ لم ينقل الوضع في القيام الثاني، هذا دليل عملي جرى عليه المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك. فالاستدلالات بالأدلة العامة سواء كانت من أقوال الرسول وهي أقوى، أو كانت من أقوال الصحابة وهي دونها، لأن أقوال الرسول تبقى بدقة محكمة أكثر من قول الصحابي كان رسول الله، فقد لا يدرك هو مرمى هذا الكلام العام الشامل. هذا المثال واضح لما كنا في صدده.
ولا في حدا له سؤال أو استشكال قبل أن ننتقل إلى مثال ثاني؟ نعم.